شعلينا في فلسطين مو هم نفسهم وهابية وانتحاريين؟ تحيروا ببلدكم وعوفوا هالسوالف. وهواي سمعنا هاي الجمل من بعض الناس اللي ما يدرون انه القضية الفلسطينية مو قضية دول، وانما هي قضية عقائدية اسلامية انسانية تخص المسجد الاقصى اللي هو القبلة الاولى للمسلمين قبل مكة المكرمة، وتخص الابرياء المظلومين اللي يرحون من دون سبب. واسألك سؤال، لو اكو دولة عربية ارسلت ان الاف الانتحاريين وحاليا بها اهم مقدس عند كل المسلمين، وصارت هجمة على هذا المقدس من بعض الناس اللي يردون يحتلونه، فحسب رأيك المفروض نقول هذا المكان به هواي وهابية فنعوف هذا هو غير المقدس مالتنا. فإذا أنت بشر فالقضية الفلسطينية قضية إنسانية، وإذا أنت مسلم فالمسجد الأقصى هو قبلتنا الأولى ومكان تعبد الأنبياء، وإذا أنت من جماعة إحنا عراقيين وشعلينا فخطر وجرائم الكيان الغاشم إلى بداية بالعراق وما إلى نهاية. ولا عبالكم أنه هدف الكيان المحتل هو الارتكاز في فلسطين وها هي خلصة السالفة، لا، هدف أن يدخل الكل دول المنطقة، العراق، سوريا، مصر إلى آخره. باختصار احنا كمسلمين اتباع لرسول الله واهل بيته لازم نكون داعمين للقضية الفلسطينية الحقة بكل ما نستطيع، وكل من مكانه، ماديا، معنويا، اعلاميا الى اخره. فرسول الله يقول: من اصبح لا يهتم بامور المسلمين فليس منهم. والمرجعية الدينية العليا في النجف موقفها من القضية صريح جدا، وتقدرون تتأكدون من بيانها قبل 22 سنة ومن بياناتها الأخرى إلى حد بيان البارحة. العالم كله مدعو للوقوف بوجه هذا التوحش الفظيع ومنع تمادي قوات الاحتلال عن تنفيذ مخططاته لإلحاق مزيد من الأذى بالشعب الفلسطيني المظلوم، فإنهاء مأساة هذا الشعب الكريم وإزالة الاحتلال من أراضيه المغتصبة هو السبيل الوحيد لإحلال الأمن والسلام في المنطقة. بسم الله الرحمن الرحيم. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. فيا أهل فلسطين، إحنا وياكم، شدوا بعضكم. شدوا بعضكم يا أهل فلسطين، شدوا بعضكم.